هناك خبر عن قصور الثقافة، وبالتحديد قصر ثقافة طنطا يحتفل بيوم الشهيد. تفاصيل الخبر بتقول: احتفل قصر ثقافة طنطا مساء يوم الثلاثاء الماضي بذكرى يوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذي يعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب، والحقيقة هو من أشهر العسكريين العرب ويمكن أشهرهم في العالم جميعا، حيث شارك في حرب الاستنزاف، وأيضا شارك فيما بعد الحرب العالمية، وشارك في حرب فلسطين والعدوان الثلاثي، وأيضا عام 1967 وحرب الاستنزاف، حرب الشريفة التي استشهد فيها في 9 مارس عام 1969. شارك في هذه الاحتفالية عدد من رجال القوات المسلحة الذين تحدثوا عن مواقفه وبطولاته في الحروب التي خاضها، وكيف كان يضحي بنفسه في سبيل إعلاء الوطن. كما شارك في الاحتفالية الكاتب الصحفي محمد الشافعي، والذي تحدث عن حياته العسكرية وأيضا ميلاده بقرية سبربي محافظة الغربية، وأيضا عن الدروس المستفادة من هؤلاء القادة الكبار. كاميرا برنامج حدوتة مصرية تابعت هذه الاحتفالية، فمع هذا التقرير. احنا النهارده بنحتفل بيوم الشهيد، وطبعا الفريق رياض هو رمز للشهيد لانه كان رتبة كبيرة واستشهد في الميدان. الفريق رياض يعتبر يعني احد اهم ضباط المدفعية في تاريخ البشرية. درس في امريكا وفي روسيا، وكان عملاق في هذا الفن، فن إدارة النيران المدفعية، والحقيقة يعتبر علامة فارقة في هذا الزمن. بعديه برضو جه الفريق المشير أبو غزالة، برضو ماشي على نفس النهج، ويعتبر في 73 هو اللي قاد مدفعية الجيشين، وكان بينفذ الخطة اللي موجودة على الورق زي ما بينفذها على الطبيعة. وده قل من انك تجد ناس ميدانيين واكاديميين في نفس الوقت. الميزه هي الموجوده عند المشير ابو غزاله هي نفسها اللي موجوده عند الفريق رياض منعم رياض. اهميه الاحتفاليات ان احنا الايام بتجري، والاجيال الجديده تعتبر ما عندهاش فكره عن الفترات اللي هي كان فيها نهضه في مصر. النهضة المصرية كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات. الأجيال الجديدة ما بتعرفش حاجة عن تاريخها. الاحتفال في مثل هذه الأشياء بيزود ارتباط الشباب بوطنهم، لأن برضو كان من الملاحظ في الفترة السابقة إن الانتماء قل. الانتماء بيتبني من التاريخ، لما الناس بتعرف تاريخ بلدها وتاريخ الناس. القدوة دي احنا بنفتقدها جدا، لأن دايما القدوة لما بتكون صالحة الشباب كتير بيحب يقلدها ويحاكيها، فبيبقى شباب ناجح ويطلع منهم برضو قدوة، وهكذا. يعني افتقدنا القدوة لفترة طويلة، واحنا محتاجين الحاجات دي تركز عليها من الإعلام، عشان الإعلام لو ركز على القدوة وعلى السلوكيات السليمة وعلى الإيجابيات بيرفع معنويات الناس. الشهيد عبد المنعم رياض كان شهيد في حرب الاستنزاف، اللي هي كانت إعداد ورادع للعدو، وإعداد لحرب 73 اللي رفعت كرامة الشعب المصري والأمة العربية بالكامل. أنا الرائد سمير نوح من رجال المجموعة 39 قتال، رجال الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. وبمناسبة
حضورنا النهارده الى مركز ثقافه طنطا والاحتفاء بذكرى الشهيد البطل عبد المنعم رياض اللي استشهد في وسط رجاله من الضباط والجنود على الجبهه يوم 9 مارس سنه 1969. بقول بان المجموعه 39 قتال طلعنا بأوامر من الرئيس جمال عبد الناصر بالأخذ بالصقر للشهيد البطل عبد المنعم رياض. وفعلا ليلة 40 من استشهاد البطل الفذ ابن الغربية الشهيد عبد المنعم رياض يوم 19/4 سنة 1969 عبرنا القناة قوة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي كل أبطال المجموعة 39 قتال من ضباطها لصف ضباطها لجنودها، وعبرنا القناة من بعد ضرب المدفعية التمهيدي على الموقع والمواقع المجاورة له على أساس الموقع ده ما يحسش إن فيه هجوم عليه. وفعلا الساعة 9 عبرنا القناة وهجمنا على الموقع، عملنا عملية الهجوم والإغارة على الموقع اللي ضرب الدانة القذيفة اللي قتلت الشهيد البطل عبد المنعم رياض. هجمنا على الموقع ورمينا لهم قنابل دخان وقنابل هجومية على أساس إن هم جنود جبناء وضباطهم جبناء، وإن كان الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. إحنا بدأنا بحرب الاستنزاف جميعا وقهرناه وجسنا نبضه وعرفنا إن دولت كلهم من ضابط العسكري إسرائيلي جبان. وفعلا بمجرد ما طلعنا الموقع هم استخبوا من ضرب المدفعية. وكان وقتها اللي كان قائد المدفعية كان المرحوم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، كان برتبة العميد. ولما هجمنا على الموقع لقيناهم مستخبيين كلهم في قلب الملاجئ من تحت. كنا حوالي 6 مجموعات، 4 مجموعات للهجوم على الموقع من فوق على كل ملجأ عليها مجموعة، ومجموعة قطع طريق وكانت بقيادة البطل اللواء محسن طه عمل كمين للدبابات أو أي قوة متقدمة من عربيات أو دبابات علشان يمنع عنها إنهم يقدروا يوصلوا وإحنا بنعمل الإغارة على الموقع. وكانت في مجموعة السادسة وهي مجموعة اللانشات اللي هي بتنتصرنا بعد ما عبرنا القناة. وفعلا بمجرد ما رمينا لهم القنابل الهجومية والقنابل الدخان فوجئنا ان لقينا الجنود والضباط الاسرائيليين طالعه من الملجأ كله بيكح كله مخنوق وكله فاتح نار علينا بأي طريقة. فكان معايا البطل من الزملاء ربنا يديله الصحة البطل النقيب محمد شاكر، وكان معايا البطل أحمد مرعي ابن الغربية من كفركلا الباب، وكان معايا البطل هنيدي مهدي أبو شريف، وكان معايا الشهيد البطل محمود علي الجيزي، وكان قائدي ساعتها قائد المجموعة بتاعة الهجوم على الملجأ اللي احنا متخصصين له ده كان الرائد أحمد رجاء عطية. وبمجرد ما كده البطل محمد شاكر قال لي الحق يا سمير اقفز لأن في اليهود طالعة من تحت. فأنا قفزت أنا والبطل هنيدي وبدأنا نتعامل معاهم، كل اللي يطلع قتلناه. فقتلناه واتضح بأني قتلنا 44 في الموقع كله. كان من حظي أنا والبطل هنيدي مهدي أبو شريف والسيد محمد أحمد إننا نقتل لوحدينا 30 عسكري وضابط إسرائيلي في قلب الموقع مع الزملاء الباقيين على الملاجئ الباقية. فكان الحصر طلعوا 44 جندي وإسرائيلي في قلب الموقع، وده كان أخزن بالصقر للشهيد البطل عبد المنعم رياض. وكنا سعداء جدا وقعدنا في الموقع ما كناش عايزين ننسحب. مش عارف بستغرب لما الناس تزعل على شهيد، المفروض الناس تفرح بالشهيد. اولا لانه كانت نهايته كده، احنا كده نهايه ايه؟ يعني مش عارف، يعني واحد يموت على سريره ولا يموت في مستشفى او يموت في حادثه ولا يموت شهيد. الضابط او الجندي او بيخش القوات المسلحه يكتب عقد ان هو ما يخرجش الا لما يستشهد، ده المفروض. فبالتالي احنا نفرح له. كنا نزعل الفرات او القائد استشهد ده طبيعي، بس كان استنفر فينا كلنا ان احنا نعمل عمليات.
فكانت عمليه الاداره على موقع العدو في رساله التمساح، وده امام المعديه اللي بيقولوا عليها نمره 6 في الاسماعيليه. نحن من خلال هذه الندوات التي كنا نقدمها في عز غباء النظام السابق، شاركنا في كل هذه في ندوات عديدة، عشرات بل مئات الندوات، كنا ننقل إلى الشباب الأبطال والبطولات الحقيقية. أنا عن نفسي من خلال مجموعة كتبي التي تعدت 20 كتابا استطعت في هذه الكتب أن أقدم مساحة كبيرة جدا من بطولاتنا في العصر الحديث، بداية من دنشواي 100 عام من العزة، وحتى عبد المنعم رياض فارس الرحلة المستحيلة، والسويس مدينة الأبطال، وبورسعيد بوابة التاريخ، وشموس سماء الوطن، وإسماعيلية أرض الفرسان. يعني بطولات كثيرة جدا جدا قدمتها في مجموعة كتبي. وأيضا وجدت أن هذه الكتب مجرد سجن حبست فيه الأبطال، فقررت أن أتواصل مع هؤلاء الأبطال وأن أتنقل بهم من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ومن ندوة إلى ندوة، لدرجة أن أحد الأدباء الكبار في مدينة الزقازيق منذ 10 سنوات تقريبا قال لي في ندوة وهو منفعل جدا: يا ابني أنت زكريا الحجاوي. زكريا الحجاوي هذا الرائد العظيم جدا الذي اكتشف كل مواهب الغناء الشعبي في مصر من أقصاها إلى أقصاها وقدمها إلى الإعلام. هو الرجل الأستاذ بهي الدين بركات الله يرحمه كان بيرى إنه أنا بالدور اللي بقوم به من خلال الكشف عن هذه هؤلاء الأبطال وهذه البطولات أقوم بنفس دور زكريا الحجاوي. هذه البطولات أولا تصحح مغالطات التاريخ، ثانيا تقدم قدوة نبيلة وشريفة ومستطاعة للأجيال الجديدة من الشباب، ثالثا تعطي الأمل في أن المصريين قادرون إذا ما أرادوا وإذا ما أقدموا، قادرون على فعل المستحيل وقهر العدو مهما كان العدو، سواء كان 3 دول في العدوان الثلاثي أو دولة صهيونية زي الكيان الصهيوني أو غيرها من الأعداء. المصريون قادرون على الفعل وعلى الإنجاز. أيضا هذه البطولات تقدم شحنا وشحذا للأجيال الجديدة أننا يجب ألا نتغنى فقط بما قدمه الآباء والأجداد، وعلينا أن نصنع تاريخا جديدا من مثل هؤلاء الأبطال هذه البطولات لكي يباهي بنا أبنائنا وأحفادنا القادمون.